هنجيب الزيت زي ما انتم شايفين كده، وهنفضي حوالي 3 معالق زيت. زي ما انتم كده شايفين معايا نص كيلو لحمه، مع بصلتين كبار مفرومين مع بعض زي ما ظاهر ليكم في الفيديو بالظبط. دولت هينزلوا على الزيت بعد الزيت ما قدح او سخن. طبعا زي ما انتم شايفين كده هنزل باللحمه. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ نحط التوابل. معلقة فلفل اسود، للي بيحب السبايسي معلقة ربع معلقة شطة. كل دي معالق صغيرة، وزي ما انتم شايفين معلقة ملح صغيرة. وهنا هنيجي ببلح جوز الطيب زي ما انتم شايفين هنبشرها. بشرت ربع البلحة زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين اللحمة بعد ما استوت بقت حاجة جميلة جدا، مستوية وجميلة. دلوقتي بقى هنبدأ نجهز بقية المكرونة، حاجات المكرونة البشاميل عشان تعملوها في البيت بكل سهولة وبطريقة جميلة جدا. بضيف القليل من الزيت. طبعا عندي مكعبين مرقة دجاج ونزلت بالدقيق بتاعي، بحمر الدقيق او بحمصه زي ما انتم شايفين كده. طبعا نزلت بالزيت، وبعدين مكعبين مرقة دجاج، وبعدين نزلت بالدقيق. طبعا عندي اللبن حاطه على النار جنبي مع المية كده لحد ما يسخن اللبن. ابدا انزل باللبن عشان نعمل صوص البشاميل الجميل بتاعنا. حمص الدقيق كده لحد ما يبقى ناعم. يا رب يعجبكم الشغل بتاعنا والاداء بتاعنا مع الشيف محمود بصفحة ألذ أكل في مصر. أنا كده في المية. نوريكم قوام البشاميل. نديله معلقة ملح صغيرة أو أقل من معلقة ملح، وسنة فلفل أسود صغيرة أو فلفل أبيض لو عندنا. أنا ما عنديش فلفل أسود. المكرونة عندي هنا سلقتها. طبعا احنا مجهزين اللحمة قبل كده. هنشيل البشاميل من على النار.
زي ما انتم شايفين كده المكرونه البشاميل بعد ما جهزتها وجبنا على الوش جبنه رومي جبنه موتزاريلا. نعمل زوم عليها، زوم، حاجه تفرح يعني. نبدا ندخلها الفرن على درجه حراره 180. زي ما انتم شايفين المكرونه وجمال المكرونه بعد ما خرجت من الفرن، حاجه كده تفرح، حاجه جميله جدا. جبنه الموتزاريلا ساحت مع الجبنه الرومي او الجبنه التركي يعني، ساحت وانا داخل زوم كده عليها. منظرها يفرح وشكلها يفرح وطعمها كان جميل. هنا هنبدأ نقطع سلايز منها كده عشان نوري حضراتكم. جميلة جدا وتحفة. اعملوها زي بالطريقة اللي انا عملتها دي كده وان شاء الله هتعجبكم. مع الشيف محمود وصفحة ألذ أكل في مصر بنقدم الأكلات المصرية الجميلة. اعملوها وقولوا رأيكم. جميلة جدا في الطبق اهي، واخدة الوش وكل حاجة. مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة مع الشيف محمود. ويا ريت اشوف تعليقاتكم وارائكم، حابب اسمعها. هنا بقى ابدا ادوق المكرونه، لذيذه وجميله جدا، روعه، تحفه بجد.